السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. احنا المدارس بقى لسه شغالة عندنا، يعني ان شاء الله انتهاء المدارس السنة الدراسية عندنا خلاص، يعني ايه في شهر 6 ده. فكنت بعمل بقى افطار سريع كده للولاد قبل ما ينزلوا المدرسة. انا كنت مورياكم الكورن فليكس ده قبل كده في المشتريات، احط كده كام معلقة في الطبق وكنت بسخن اللبن علشان يطرى بسرعة ويلحقوا ان هما ياكلوا منه قبل ما ينزلوا. يعني هما اللي طلبوا الكورن فليكس، ساعات بفطرهم اي حاجة تانية وبديهم اكل معاهم برضه. كورن فليكس ده هو بيبقى عليه سكر، يعني هو محلى تقريبا، مكتوب عليه انه هو محلى بالعسل. فانا ما حطيتش عليه سكر، حط بس اللبن وسبته شوية يطرى في قلب اللبن علشان يعرفوا ياكلوه. وجبة كده في السريع. في كورن فليكس بيبقى بالشوكولاتة. انا بقى كنت جايبة عندي بقاله فترة بصراحة، وقلت هعمل منه بقى ايه. اتشجعت كده وانا بعمل للولاد وقلت هعمل ليا منه كورن فليكس بالشوفان والدقيق الاسمر. يعني انتوا هتشوفوه دلوقتي، يعني هو طعمه مقبول يعني نوعا ما. وطبعا انا مش هحط عليه سكر برضه، هاخد كده معلقتين كده ولا حاجة واحط عليهم شوية لبن سخنين. بصراحة طلع مشبع جدا، يعني معلقتين الكورن فليكس دول مش كتير، بس هو طلع مشبع يعني بصراحة علشان فيه شوفان ودقيق اسمر. وطبعا مش هحط سكر زي ما قلت لكم. سيبته برضو كده ايه يطرى شوية وخلاص كده، يعني ايه غيرنا رقنا كده وفطرنا حاجة سريعة على ما ننزل ونيجي. بتبقى حيرة طبعا كده، بيبقى الواحد عايز يعمل حاجة سريعة الصبح كده. كده بقى الكورن فليكس بتاعهم كان طري شوية، يعني هما ما كانوش عايزين كتير، يعني حاجة بسيطة كده على قدهم. وهنا بقى الكورن فليكس اللي هو الاسمر كان عندي بقى رغيف فينو كبير كده. قلت حرام يعني ايه يترمى. قطعته وحمصته في الفرن وهعمله للبانيه، وهطحنه في الكبة زي بقسماط البانيه كده او زي البقسماط، يعني زي الفيجيتار، وان شاء الله هبقى اتبله معاكم لما اجي استخدمه. كسرته. لو عندك فينو او توست اي حاجة. يعني انا استحرمت طبعا ان انا اسيبه يبوظ، سيبته في التلاجة لحد ما جيت ان انا استخدمه واعمله كده. اي حاجة عندك موجودة في البيت اعملي لها اعادة تدوير طالما هتنفع ومش بايظة. يعني استغلي اي حاجة عندك في البيت، قلبي في تلاجتك شوفي اللي فيها. قلبي في فرفة المطبخ، طلعي اي حاجة كده واستغليها، يعني علشان يعني ما تهدريش من اي حاجة. استنفعي من اي حاجة موجودة عندك. كده بقى طحنته اهو في الصينية، عمل معايا برطمان رشيت عليه كده. رشة من الكركم، هرش عليه كركم بس. ولما اجي استخدمه هتبل بقية البهارات بتاعته، وان شاء الله باذن الله هحاول ان انا استخدمه معاكم برضو عشان اوريهولكم. ممكن نستخدمه في الكفتة او عجينة الفراخ، في البرجر، يعني هنستخدمه ان شاء الله في حاجات كتير. قلبته بقى كده تقليبة مع الكركم وجهزت البرطمان. انا لقيت البرطمان ده كبير ورجعت حطيته في برطمان تاني، لانهم كانوا يعني ايه مش مالين البرطمان كتير، يعني فانا قلت البرطمان طالما كبير استخدمه في حاجة تانية. وكده عملنا شوية بقسماط في البيت من من رغيف فينو كان عندنا. بس كده دي علبة فيها فيجيتار اللي هو اللي هو الكريسبي ده شوية، فانا ضفت عليه شوية برضو هنستخدمهم مع بعض. تعالوا بقى نعمل ايس كريم حلو قوي. كان عندي الافوكادو ده، ولادي مش بياكلوا الافوكادو، فانا عايزاهم ياكلوه، قلت اعمل بيه حاجة ياكلوه فيها. فقلت اعمل ايس كريم كده، يعني بقى حاجة صحية كده وسريعة. الافوكادو لما بتجيبيها جامدة بتسيبيها بره التلاجة في كيس ولا حاجة، وهي بتطرى وبتبقى يعني ايه بتطرى وبتتقشر زي ما انتم شايفين، القشرة بتاعتها بتطلع لوحدها. الافوكادو بيبقى دهون صحية، دهونه صحية ومفيد جدا. يعني لو انتي قادرة ان انتي تشتريه اشتريه. هو يعني معرفش سعره ايه بصراحة حاليا، بس هو حاجة مفيدة. قلت بقى كده هقطعها، وجبت موزة، واحدة افوكادو وواحدة موزة، وهعمل واجيب زبادي، ولو عندك عسل ضيفي عسل، ما كانش عندي عسل اضطريت ان انا اضيف سكر، وضفت سكر حاجة بسيطة خالص. بس الافوكادو لوحده يعني كان هيبقى احلى. ده علبة زبادي، حاجة سهلة وبسيطة اهي. جبت الكبة نزلت فيها بالافوكادو والموز، ممكن تضيفي عليهم اي فاكهة انت حباها،
بس انا عايزه اعمل حاجه بسيطه، الحاجه الموجوده عندي. انا ضفت نص علبه الزبادي على معلقتين كده كبار من اللبن، اضربهم بقى في الكبه كده كلهم مع بعض. ممكن تضيفي عسل او سكر زي ما تحبي اللي موجود عندك. ممكن تضيفي معلقه كبيره من كريم شانتيه لو عندك حليب مكثف، بس احنا عاوزينها حاجه تكون صحيه. ممكن تضيفي معلقه كبيره من النوتيلا. بس ممكن انت بقى يعني عاوزه تحليها ممكن تضيفي عليها تمر اللي هو البلح ده. يعني عاوزينها برضو تكون ايه صحيه، ما تكونش مسكره قوي، يعني هي سكرها كان مظبوط جدا. والافوكادو بيتاكل لوحده كده من غير سكر ولا اي حاجه، بيبقى طعمه لذيذ وحلو. والموز برضو كذلك. فاكرين بقى القوالب اللي احنا كنا جايبينها بتاع الايس كريم؟ طبعا كنت غسلاها ومجهزاها. هعبي كده القوالب وادخلها الفريزر. يعني ممكن تسيبها ساعتين في الفريزر عشان تطلع معاكي بكل سهوله. هامله القوالب كلها. ممكن تجيبي علبه بلاستيك وتحطيهم فيها، يعني لو انتي مستعجله او انتي مثلا ما عندكيش المعلقه اللي هي بتاعت، لو عندك المعلقه بتاع الايس كريم. بس انا استسهلت يعني ايه، بس هي غلبتني شويه على ما طلعت من القوالب دي. عاوزه يعني ما تخليهاش كتير في التلاجة لانه بيجمد بسرعه. بس كان طعمه مقبول نوعا ما يعني، وكده ايه اكلتهم حاجه صحيه. الافوكادو يعني هو شرايح وهو سليم كده، ما كانوش بيرضوا ياكلوه ابدا. في ممكن تعملي برضو عصير الافوكادو بالزبادي او اللبن، بتبقى حاجه حلوه برضو. ممكن تجمدي الفراوله وتضربها في الكبه وتبقى ايس كريم طبيعي. يعني ممكن تعملوا اي فواكه كده طبيعيه وتبقى زي مثلجه كده من غير اي حاجه. مش لازم يا جماعة يعني الحاجات اللي بيحطوها كتير دي، الحليب المكثف والكريمة، ويعني ممكن تستخدمي بس الفاكهة لوحدها. كده بقى عبناهم وندخلهم الفريزر. معلش بقى يعني ايه، مش عارفة اولادي كل فيديو كده كل ما اجي اسجل يعني بيبقى فيه دوشة، من غير ما اسجل بيبقوا قاعدين معرفش يعني. ربنا يهديهم يا رب، وخصوصا ان هم مش بينزلوا الشارع، فبسيبهم براحتهم في البيت. يعني مش هيبقى احنا والظروف والزمن عليهم، يعني سيبهم ياخدوا راحتهم في البيت مش مشكلة. ربنا يهديهم. طلعتها بقى من الفريزر، فكت معايا بصعوبة. ما تسيبهاش كتير، انا سبتها كتير في الفريزر بصراحة. حاولت كده ان انا اسلكها بالسكينة من الجنب كده، وجبت الطبق وقعدت اخبطها في الطبق كده لحد ما طلعت. يعني اهي عجبتهم جدا. انا فكرت انها مش هتعجبهم بس عجبتهم وكلوها. يعني هم كلوها، يعني اي حاجة مثلجة الاطفال بتحبها. يا رب يكون الوصفة البسيطة دي انا بديكم فكرة وانتوا تعملوا اي حاجة. يعني اي حاجة تحبوها، ممكن يبقى كاكاو يعني عشان يبقى ايس كريم بالشوكولاتة. اي حاجة انتوا حابينها اعملوها. وان شاء الله برضو باذن الله نعمل وصفات تانية حلوة كتير كده ايه، بما اننا بقى داخلين في الصيف بقى والحر. بدل ما الاطفال تشتري الحاجات دي من بره، انتوا تعملوها في البيت بنظافة احسن. يعني انتي بنظافة في البيت. يلا بقى نعمل غدا كده بسيط. طلعت كيس مكرونة اللي هي عاملة زي الصوصات دي، بقالنا كتير ما عملناش مكرونة وقلنا نعمل ايه تغيير بقى. وهنعمل جنبها البانيه اللي انا كنت مفرزة معاكم. فضيت الكيس كده في المصفى، واي كيس بقى عندك مكرونه. عايزه اقول لكم كيس المكرونه ده قعد معانا يومين يعني. ملناش تقل عليها برضو، بس يبقى هو تغيير، بيبقى تغيير وبتبقى مشبعه. هنسلق بقى المكرونه. بسلق المكرونه، بحط حله على النار فيها ميه ملح ورشه بسيطه من الزيت، ولما تغلي تضيفي المكرونه. بعد بقى المكرونه ما تتسلق ما تسيبهاش وتمشي، يعني قلبي فيها من وقت للتاني. بحطها في مصفى وافلفلها برشة من الزيت. طلعت بقى البانيه فوق شوية. تعالوا بقى نعمل احلى صلصة للمكرونة. صلصة يعني شوية مكونات كده بتخلي المكرونة في حتة تانية خالص. بصلاية، فص توم، شوية زيت. واقول لكم هنحط ايه تاني. هخلي البصلاية وفص التوم يدبلوا شوية، هفضل اقلب فيهم لحد ما تدبل، ورشة من الملح. وكمان هنضيف يعني نص قرن كده من الفلفل الاخضر. اعملوا المكرونة بالصلصة دي. احلى مرة هتاكلي فيها مكرونة لما تعمليها كده. البصل بدأ يدبل. قطعت الفلفل اهو. ننزل بقى بالصلصة. هضيف معلقة صغيرة من الخل والكمون وفلفل اسود، وبنظبط الملح بتاعها. وهحط كمان بابريكا. اي بهارات انتي بتحبيها ضيفيها. انا جبت كده يعني حوالي نص كوباية من المكرونة اللي هي البني وسلقتها.
كده بقى ضفت المكرونة اهي، تاخد يعني ايه غلوة كده او تقلبتين كده على النار في الصلصة. وبعد كده هنقلي البانيه، وتبقى احلى اكلة البانيه والمكرونة بتاع اول كام سنة زواج زي ما بيقولوا. بس والله اكلة لذيذة يعني، والكل بيحبها يعني، من اسرع الاكلات اللي انت ممكن تعمليها. شايفين بقى هنقل اول ما تطلعي البانيه من الفريزر ما تخلوش يفك خالص، يعني سيبيه يهدى شويه من السقعه او التلج بتاعته. وبعد كده تسخني زيت، بتنزلي بيه على زيت ساخن، وبعد كده بتهدي عليه النار وتغطيه كمان عشان يستوي. وكده خلصنا الاكل الجميل بتاعنا. بعد ما تاكلوا بقى كده بنص ساعه ولا حاجه، تعملوا بقى ايه كوبايه شاي اخضر، بس بعد الاكل بنص ساعه او ساعه. شايفين المخلل اللي احنا عملناه مع بعض؟ بجد طعمه تحفة. راجعوا الفيديوهات وشوفوا المخللات اللي انا كنت عاملاها، هتعجبكم جدا. مخلل القرنبيط ومخلل الكرنب من اجمل المخللات اللي انت هتعمليها. فرغت بقى كده لكل واحد الطبق بتاعه. وكان الاكل لذيذ، ويا رب يرزق الجميع، ويشبع كل جائع على وجه الأرض يا رب، ويرزق كل مشتاق ومحتاج يا رب. بعد يعني آخر النهار أو الصبح بدري اخرجي تمشي. الفرصة اللي تتيح لك انك تخرجي تتمشي شوية، اخرجي تمشي. المشي مفيد جدا، بيجري الدورة الدموية في الجسم، بيغير مودك، بيغير مزاجك، بيخليكي كده يعني ايه فريش زي ما بيقولوا. اخرجي تمشي، ما تعقديش نفسك، ابسطي نفسك ولو بأقل الأشياء. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني فيديو جديد وأفكار جديدة. الفيديوهات اللي جاية جميلة جدا جدا. يا رب القناة تكون بتعجبكم وتشجعوني. والسلام عليكم ورحمة الله.